السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب ام جان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. حبايبي الرسالة او الكشف العاطفي هو طاقة مفتوحة تشوفوه او تسمعوه في اي وقت، هو ليكم باذن الله. خدوها بشارة من العبد الفقير لله، ولا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. القراءة حبايب قلبي أو الكشف العاطفي شامل جميع الطاقات، جميع الأبراج، للمرأة وللرجل، سواء اتكلمت بصيغة المرأة أو بصيغة الرجل. تعالوا كده نشوف يا حبايبي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي نشوف طاقتك وطاقة الحبيب، وهل في طرف ثالث ولا لا. على فكرة في كل مرة ببقى بصوا بقول يا رب ما يطلع في طرف ثالث، بس اهو ما تفهموش بقى بيحصل ايه. تعالوا نشوف كده، نبتدي ونشوف ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف كده الطاقة اللي طلعت قدامنا. أول حاجة طلعت إن انتوا ناس طيبة وحنينة قوي، خلي بالكم. وهنا الحبيب واضح كده إنه كان مخبي عليكي يا حبيبة قلبي إن كان في طرف تالت، أو إن كان في حد. احنا اتفقنا سواء اتكلمت بصيغة الراجل أو بصيغة المرأة، بس القراءة لإيه؟ للراجل وللمرأة. في واضح هنا ان الحبيب كان مخبي عليكم وجود طرف ثالث في حياته، كان مخبيه هنا اهو، وكان مخبي عليكي حوارات، وكان مخبي عليكي كلام، كان مخبي طاقة مش حلوة، او كان مخبي كلام مش حلو. وممكن يكون الطرف التالت دي كانت بتتودد لك لو تعرفك، لان البعض منكم هنا في انها كانت تعرفها وفي لا. بس انا شايفة ان انت في حد دخل في حياتك اتمسكن لغاية ما تمكن يا حبيبتي. حد وهمك ان هو بيحبك، واخده بالك يا حبيبة قلبي؟ حبيبك فاهمك قوي، وعارف انت بتفكري ازاي، وعارف زي ما قلتلك في الاول كده انت حد حنين قوي وحد طيب قوي. فهو بيتعامل معاكي بالمنطق ده، بس بقى بيلعبك. مثلا لما يكون عايز حاجة يجيلك بالحنية، واخده بالك انتي؟ فانتي تبقي فاهمه بقى وبيتعامل معاكي ازاي، لان انا ملاحظه ان ده شخص بيتعامل معاكي باسلوب فيه حنيه كده وفي طيبه، وبيحاول لما يكون عايز حاجه ياخدك كده ايه على قد عقلك. شايفه هنا يا حبايب قلبي ان الشخص ده كانه بيقول حاجه، كانه بيقول ايه، كانه بيقول انه هو من حقه انه يكون في حياته طرف تالت. هو بيقول كده، بيقول بس طبعا ده مش من حقه، فاهمني؟ بس انا شايفة ان الشخص ده هو لما بيعوز يعمل حاجة بيعملها. شخص اناني شوية، اناني في رغباته، اناني في تصرفاته، اناني في امور كده ممكن تكون مش من حقه، بس هو شايف انها من حقه. شايفة ان الشخص ده في طاقتين هنا، لان طبعا دي قراءة عامة للرجل وللمرأة، بس طاقة عامة فيها طاقات كتيرة أوي مختلفة. فهنا في حاجة وفي حاجة، فانت بتأخذ من القراءة ما ينطبق عليك وتترك ما لا ينطبق عليك لغيرك. شايفة هنا يا حبايب قلبي ان الشخص ده يا اما تربى على تربية من الام ان هو عادي انت من حقك كل حاجة، واي حاجة انت نفسك فيها تاخدها، او يا حبايب قلبي ان الشخص ده بطبعه هو كده، بس في حد حذره، في حد قال له تعالى هنا اقف واستنى، انت خلي بالك كده هتضيع نفسك، او انت كده بتأذي الانسان اللي معاك او الانسانة اللي معاك دي. لان انا شايفة حد هنا حذره، حد قال له عيب اللي انت بتعمله ده. ويمكن الشخصية اللي انتوا بتتعاملوا معاها دي تعرفوا بتعمل ايه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، تحسوا انها هو عايز بيقولك حاجة، بيقولك انا مش عارف انا رايح على فين. هو بيقولك كده، بيقولك انا نفسي افهم انا رايح على فين، انا مش عارف، وحاولي تفهميني. بيقولك كده، بيقولك حاولي تفهميني، حاولي تقدري ظروفي، حاولي تقدري وضعي، وانا نفسي تايه وبقيت مشتت. بس انا شايفة هنا ان الشخص ده عمال يبرطم بالكلام وبيقول الكلام ده لان هو معمول له طاقة اسحار هنا. واخدين بالكم؟ انا حاسة ان الشخص ده معمول له طاقة سحر، واللي عامله له الاسحار دي الطرف الثالث. تشكب كده برضو، لان انا شفت هنا، بصوا هنا طاقها. انا حاسه كده ان الشخص ده مش مريح. الشخص ده هو بيقولك انا مش عارف المركب هتوديني على فين، ولا عارف الدنيا مودياني على فين، انا مش قادر افهم نفسي.
وبيقولك كده، بيقولك حاولي تستنيني، حاولي تستني، حاولي نشوف نوصل لحل وسط. وكأن الأفكار دي عمالة تيجي في باله، وكأن الأفكار دي هي اللي عمالة تراوده، وكأن الأفكار دي هي اللي مخلياه موقفاه في الطاقة دي، مخلياه مش عارف ياخد قرار. بس شايفة هنا حد نصح الحبيب وقال له اللي انت بتتصرفه ده غلط. في هنا طاقة هنا برضو زي ما تكون امرأة نصحته او حد نصحه، قال له إيه، يعني حاول ان انت يعني يصلح معاكي مثلا، او تصلح معاك. بس انا شايفه برضو ممكن يكون رجل هو اللي اتكلم في الموضوع ده. في كده وفي كده، في منكم هنا طاقه للرجال وفي منكم طاقه للنساء، هما اللي اتدخلوا في حاجه زي دي. تحسوا ان الشخص ده قريب منه، الشخص ده بيحبه، الشخص على فكره اللي هو راح وتواصل معاه ده، او هو الشخص ده تواصل معاه وقال له عيب. تحسوا كده ان قالها له كده بنفس اللفظ، قال له عيب. الشخص بقى حبيبكم ده تحسوا ان هو في حاجه كده اليومين دولت كأنها بتروضوا عليه. يعني يقعد كده يفكر فيك ويحلم بيك. بصوا، يقعد يفكر فيكم، يقعد يحلم بيكم، يقعد يتخيلكم، يفكر فيكم، يسرح فيكم. فانا حاسه ان في حد يعني، او الشخص ده هو قاعد كده بيقعد كده مع نفسه لوحده ويفكر فيك. فكر كذا مره على فكره ان هو يتواصل معاك، فكر. بس بيقول ان انت هو شايفك ان انت بقى ليك طريقك لوحدك، وان انت ما بقتش تهتم بيه زي الاول، او ما بقتش. بس انا شايفة غير كده على فكرة، يعني غير كده بالعكس. الشخص ده في بالكم، الشخص ده انتوا حاطينه في حساباتكم، الشخص ده انتوا نفسكم ان انتوا كان يتعامل معاكم باسلوب احسن من كده. انتوا حاسين ان الشخص ده اهملكم، او ما قدرش مشاعركم، او ما قدرش حدود تصرفاته معاكم، ما قدرش يفهم يعني انتوا ايه، ما قدرش يحتويكم او فضل حد عليكم. هنا هو بيقولك لا، بيقولك صدقني لا، انا عايز ارجع. يعني هو بيقولك انا بستقبلك، انا بستقبل طاقتك، انا فعلا محتاجك. مع العلم ان الشخص ده اوقات كتيرة قوي بيحس ان هو يعني بي 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 بيمشي ورا رغباته. فاهمني؟ تحسوا ان هو شخص يجري ورا رغباته كده، يقول لا انا عايز الشيء الفلاني، او مثلا يهتم بشغله، يهتم بعمله، وماله يهتم ومفيش مشكله، بس يهتم برضه بيه. فهنا تحسوا الشخص ده حبايب قلبي لما بيضمن بقائكم خلاص بيطمن بقى انتوا موجودين، يبتدي بقى ويشوف اللي ايه الحاجات اللي هو عايزها بقى ورغباته بقى وكده. بس الشخص ده بيقول لك انا افتقدتك، انا حقيقي محتاج لك. الشخص ده يعني اول مرة كده يقولها كده بالطريقة دي. لكن الطرف التالت هنا بقى تسيبه؟ ما تسيبوش. الطرف التالت هنا مش سايباه، وحست انه هيبتدي بداية جديدة معاك، حست انه هو عايز يرجع ليك ولحضنك وممكن يكون على فكرة هنا في طاقة كانوا مرتبطين وسابوا بعض. فهنا الشخص ده ممكن يكون عايز يرجع لك كمثلا على فكره. هو لو كنتوا لو كنتوا انتوا كنتوا مرتبطين مثلا متزوجين وسبتوا بعض، فان شاء الله يكون في رجوع باذن الله. طيب تعالوا كده نشوف بقى طاقه الطرف الثالث. بس انا حابه اشوف طاقه الطرف الثالث بالايه، بالبطاقات دي. نشوف ده طاقه الطرف الثالث هنا هي عايزه تقول ايه. بسم الله. الطرف الثالث بتقول هنا انها مجروحة قوي، بتقول انها مجروحة قوي ومتضايقة قوي بسبب ان الحبيب عايز يبتدي يرجع بداية جديدة. طب تعالوا نشوف بقى الكارت اللي طالع وراه. بصوا ده في حظ ما بينكم وما بين الحبيب جامد قوي. بتقول لك ان هي متضايقة قوي من الموضوع ده، وان هي شايفة ان الحظ مش في صالحها. هو شايفة ان الحظ معاكم انتوا، شايفة ان الحبيب بيقرب منكم انتوا، شايفة انها ما بقتش يعني ما بقتش تمثله شيء. تعالوا بقى نشوف كده الطرف التالت هنا اللي عاملة نفسها حزينة دي ايه اللي حصل يعني وصلهم لكده. بسم الله. بسم الله الرحمن
الرحيم. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصوا طلع تاني ايه، هو استنى. بتقول ان الشخص ده متعلق بيك جدا. طب احنا بس لسه عايزة اترجم كده برضو الطاقة، نشوف كده. بصوا بقى، بصوا حبايبي، اولا كده اول ما خرجت لنا الطاقة هنا، فهي بتقول ان الشخص ده اهو، اجيب لكم بس كده البطاقات بالترتيب من ساعة ما خرجت، صح كده. بتقول ان الشخص ده متعلق بيكم قوي، متعلق بيكم جدا. الشخص ده متعلق بيكم، وفي نفس الوقت حاسه، هي حاسه ده اللي ظهر الاول. ايوه كده، هو ده البطاقه اللي ايه خرجت الاول. بتقول ان الشخص ده هي ملهاش حظ فيه وملهاش نصيب فيه، وقاعده متضايقه، واحتمال كده شكلها بتكلم حد من اصدقائها، بتقعد تتشاور مع حد من اصدقائها وبتقعد تحكي لهم، وبتقول ان هو على طول متضايق وعلى طول زهقان وعلى طول مش طايق نفسه، او على طول معاها مش في المود. بتقول ان هي حاسه انه بيفكر في حد تاني، يعني هي لو ما تعرفش بوجودك انتي، فهي حاسه ان هو بيفكر في حد تاني غيرها. وده الموضوع ده أزمها جامد قوي، أزمها نفسيا جدا، وهي حاسه بانه هو مش مبسوط معاها، وان انتي اللي تقدري تديله السعادة والحب. شايفة كمان ان الشخص ده متعلق بيكي جدا جدا جدا. شايفة ان على فكرة هي بتقعد تتكلم مع اصدقائها، شايفة ان حبها بيضيع قدام عينيها. هي بتقول كده، بتقول انها حاسة ان حبها بيضيع قدام عينيها. ممكن تكون الطرف التالت دي زوجته، ممكن تكون الطرف التالت دي مامته، ممكن تكون حد قريب منه، بس ممكن تكون حبيبته، بس هو ممكن يكون سابها عشانك، بس هو ممكن يكون سابك عشانها العكس. بس في هنا حد كان موجود، الشخص ده زعلان قوي ان هو زعلك. دي من ضمن يمكن اللي مسيطر على القراءة، ان هو عمال يقول انا زعلان اني زعلتها، انا متضايق، انا مش عارف احل المشكلة دي ازاي. فهو شخص محتار قوي فيكي. طيب محتار ازاي يصلح في العلاقة دي. طيب الطرف الثالث هنا مصدومة ومرعوبة. الطرف الثالث مصدومة ومرعوبة، وفي نفس الوقت حاسة ان الكارما بتقع عليها وان حقك بيرجع. هي نفسها مش عارفة تعمل ايه، يعني هي نفسها محطوطة في اختيارين وعمالة تفكر تقول اعمل ايه، اتصرف ازاي. شايفة ان الطرف الثالث هنا بتحاول انها ترحل من العلاقة بهدوء. يعني حتى لو الطرف الثالث دي كانت مراته، الطرف الثالث لو كانت مراته، بس هي بتحاول تبعد عن العلاقة دي او بتحاول تبعد عنه. هي بتقول هنا انها عايزة تديله فرصة يفكر، عايزة تفهم هو ناوي على ايه، عايزة تشوف. فانا شايفة هنا حد يعني العلاقة ما بينهم بقت سطحية جدا، وشايفة ان الشخص ده عايز يديكي انت كل الحب وكل الاهتمام لانه عايز يرجع. الشخص ده بيقولك انا بحبك حب كبير قوي، انت ما تعرفيش مشاعري اتجاهك عاملة ازاي. بص شوفوا، ده هو كل اللي في دماغه دلوقتي ازاي بيخطط يعني زي ما يقولوا كده الخطة ما تخرش المية انه يوصلك ازاي. نفسه قوي يرجع العلاقات ما بينك وما بينه تاني، نفسه يرجع الود. الشخص ده خلي بالك لئيم مش سهل، هو بيحاول يوصلك بهدوء، بيحاول يرجعك بهدوء. بيقول انا كنت متسرع، انا اتسرعت في الحكم عليها. هو بيقول كده. الشخص ده عايز يبتدي معاكي بداية رهيبة، هو بيحبك فعلا، الشخص ده بيحبك فعلا. طيب تعالوا كده نشوف اللي حصل بينه وبين الطرف الثالث. هل في حوار مثلا حصل بينه وبين الطرف الثالث؟ نشوف كده ونعرف هل في حاجة حصلت ما بينهم. هنشوف ونعرف كل حاجة. انا حاسة ان الكارت ده عايز يطلع. الشخص ده بيقول ان هو اتسرع في حبه للطرف الثالث، اتسرع، ان هو ما كانش المفروض انه يدخل علاقة زي دي. هو شايف انه اتهور اول ما بدأ حتى في العلاقة دي، ده بيلوم على نفسه من لحظة ما بدأ.
في العلاقة نفسها، وهو شايفك انت على طول واقفة قدامه. بصي انت على طول، انت الحظ، انت كل حاجة بالنسبة له، هو شايف كده، بس هو مش عارف يصلح، مش عارف، يعني هي مقفولة معاه خالص، العلاقة باينة، العلاقة حصل فيها توتر كبير، حصل فيها كلام، حصل فيها دوشة. فهو لا، هو كل اللي مفكر فيه دلوقتي ان هو متعلق بيكي انتي، هو عايز يفهمك. طيب تعالوا ناخده كده بطاقة، ونشوف كده من البطاقات تخص الطرف التالت برضو، ونشوف كده يا ترى الطرف التالت عايزة تقول ايه. بص اهو نشوف كده الطرف التالت هنا عايزة اي خبر يجي يكون في صالحها للعلاقة دي، فاهميني؟ يعني من الاخر كده، بعد الشر بعد الشر، هي مش عايزة العلاقة بتاعتكم تكمل، هي مش عايزة، فهي بتحاول تسيطر عليه، وهي بتقول، هي عمالة تقول انا مخلصة اكتر منها، انا اقدر ادي في العلاقة دي اكتر منها. الطرف التالت هنا يا بتستفيد من الحبيب بفلوس، يا اما بتديله فلوس، هو حاجة من الاتنين. لكن في حد بيستفيد من التاني، في حد بيستفيد من التاني في طاقة الوفرة. هنا في القراءة شايفة ان الطرف التالت هنا، للبعض منكم هنا ممكن تكون عملت للحبيب أسحار، وللبعض الآخر هي اتبهت لطاقة المال، قالت لك لا أنا هركز بقى على طاقة المال اليومين دول، عشان دي الطاقة اللي أعرف أسحبه بيها، دي بالنسبة ليها هي. وفي نفس الوقت أنا عايزة أشوف كده، يمكن قالت له حاجة، هي بتستعد إنها تقول له، بتستعد لشيء تقوله له، على فكرة هي لسه ما قالتلوش حاجة وجها لوجه، ما واجهتوش بيكي في اللحظة دي، هي ما واجهتوش بيكي لسه، بس هي لسه بتستعد لمواجهة ما بينها وما بينه. لكن هي مش ساكتة ومش قاعدة على بعضها، هي مش عارفة تقعد على بعضها، طاقة واحدة مش عارفة، بس هي عمالة تقول حاجة، بتقول أنا مش عارفة هبقى رايحة فين وجاية منين، أنا حاسة إن أنا داخلة على طاقة مجهول، هي بتقول كده، تايهة شاردة، عقلها هيشت منها. الطرف التالت هنا هي حد مش نقدر نقول، بصوا يعني تعالوا نشوف كده، ناخد كارت كده من الكروت. يعني أنا شايفة هدوء هنا، الحبيب موترها، الشخص ده هو قاعد كده مسترخي مستسلم مع نفسه، يبقى قاعد كده رايق، شايف أحواله، لو مثلا يرد عليها في تليفون يبقى هادي، ردوده باردة، لو مثلا هو معاه في قلب البيت زي ما شفتيه كده ها، مع نفسه سرحان على طول. فهي الموضوع ده موترها، على فكرة الموضوع ده شاغل بالها ومضايقها حرفيا. حبايب قلبي انا شايفة ان الطرف الثالث هنا في العلاقة هي بتمهد لتمهيد لحاجة لسه مش ظاهرة، لسه مش ظاهرة في القراءة، بس هي بدماغها شغالة وبتفكر هي واصحابها. وطبعا انتوا شفتوا الحبيب هو نفسه فيكم قد ايه، بس مش عارف يجي يصلح العلاقة دي. حبايبي ده كان الكشف العاطفي النهاردة، شكرا لكم، كانت معكم الروحانية أم جنى، انتظروني بكرة بإذن الله. شكرا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.